معه الجنسية الأمريكية. سيد رضوان، أهلا وسهلا بك. هل يمكنك تأكيد إطلاق سراح محمد وأين هو الآن؟ اولا احب اصحح معلومه، هم السلطات السوريه عمرهم ما اتهموه بالتجسس. هو قالوا ان هو عمل بياخد التقط صور في نظير فلوس، قالوا ان هو راح اسرائيل، لكن عمرهم ما اتهموه بالتجسس. ولكن مجرد الايحاء والاشاره يعني يحمل في طياته الكثير. على كل، هل يمكننا تاكيد اطلاق سراح محمد واين هو الان؟ هو حاليا في منزل في تبع السفارة المصرية، وفعلا إن شاء الله أنا وهو هننزل مصر بكرة ونروح للوطن. طيب، كيف تم التعامل معه من قبل الأمن السوري؟ هل هو في صحة جيدة سيد رضوان؟ صحة جيدة جدا والحمد لله. هم كانوا اكشلي متعاطفين معه، يعني شاب وبياخذ صور بموبايل، كان في سوء تفاهم، وهذا هو اللي حصل بالضبط، انهم لما استدركوا ان هذا كان سوء تفاهم اطلقوا سراحه. طيب سيد رضوان، هل أسقطت يعني كل التهم التي كانت أو الأمور التي يعني وصفت بها حالة محمد، أم يعني يستطيع محمد أن يعود إلى سوريا متى يشاء كزائر بدون أي مشكلة، أم لا هنالك شروط معينة وضعت عليه؟ يعني إذا أتى إلى سوريا لا يجب أن يعني يلتقط أي صورة، يعني هل كان الإطلاق السراح مشروطا ما؟ لا بالعكس، ده كان غير مشروط. واكرر ثاني ان ما كانش فيه تهم، يعني هو لم يتهم باي شيء. هو احتجز مع مجموعه من الاشخاص اللي كانوا كلهم ماسكين موبايلات وبيلتقطوا صور. احتجز طبعا لاجراءات امنيه والى اخره. طيب. لكن في الحقيقه ما كانش فيه اتهام صريح وواضح، وبالتالي هو ممكن يرجع في سوريا في اي وقت. طيب، يعني يهنيك السلامة من دمشق رضوان أبو بكر، رضوان والد الشاب محمد الذي أفرجت عنه السلطات السورية بعد اعتقاله منذ مدة.